عرض نايت اوف تشامبيونز، العرض اللي هيقام في المملكة العربية السعودية. توقعات مهمة جدا لمباريات العرض المكونة من 6 مباريات. أول مباراة هي مباراة سامي زين ضد كاريان كروس. المباراة اللي من وجهة نظري هي كانت إدراك للخطأ الخاص ب WWE، إن سامي زين مش موجود في السعودية وهو أكتر مصارع محبوب في السعودية حاليا، وده برضو إدراك الخطأ إن هو ما بقاش في نهائي ملك الحلبة بسبب الموضوع ده، فقرروا إن هما يرجعوه. في المقابل كارين كروس مصارع جامد جدا، مصارع الحقيقة الجماهير كلها بتطالب بدفع له، واخيرا هياخد فرصته في نايت اوف تشامبيونز. انا ما عنديش اي مشكلة، الفائز هو سامي زين. ليه؟ علشان كارين كروس بيقدم القصة ان كارين كروس نفسه بيقدم المصارعين اوفر عليه. نيجي بعدها للمباراة المهمة الخاصة بريا ريبلي وراكيل رودريجيز، مباراة قتال الشوارع اللي أنا شايفه إن ريا ريبلي هتحقق الفوز بكل سهولة. المباراة تطلع جيدة بس الفوز جاي ريا ريبلي الأقوى بكل تأكيد في المباراة دي. المباراة اللي بعدها مباراة لقب الولايات المتحدة ما بين جاكوب فاتو وسولو سيكوا. المباراة هيفوز فيها جاكوب فاتو بكل تأكيد بلقب الولايات المتحدة ويحتفظ بيه. الفكرة بقى في مباراة ملكة الحلبة أسكا ضد جيد كارجل. النهائي ده واضح جدا ان هو رايح لاسكا لسبب بسيط جدا. اسكا صاحبة شعبية قوية جدا في المملكة العربية السعودية، فاسكا هي الواضح انها هتكسب، مع ان انا عندي قصة وستوري لاين بان جيد كارجل تفوز بملكة الحلبة وتصارع على لقب الاتحاد للسيدات، وتلاقي نايومي بتصرف عليها حقيبة ماني ان ذا بانك. دي الاقرب، بس ممكن لو هم هيتجهوا للشعبية تبقى اسكا. عموما انا مش مهتم سواء بدي او بدي، الحق اتقال يعني. وناتي للمباراه اللي من ايام عصابه ليجاسي، العصابه الاسطوريه، كودي رودز ضد راندي اورتن، التلميذ ضد الاستاذ. راندي اورتن نفسي يكسب ملك الحلبه، ولكن في مشكله صغيره شويه ان تريبل اتش واضح جدا. تريبل اتش عايز كودي رودز ضد جون سينا للمبيعات، وانه يكرر مباراة ريسل مانيا 41 في عرض سمر سلام 2025، فبالتالي كودي رودز هو اللي هيفوز على راندي اورتن ويبقى ملك الحلبة. ونأتي لآخر مباراة على الإطلاق، مباراة لقب الاتحاد بلا منازع بين الأسطورة جون سينا والأسطورة سي ام بانك، في مباراة بترجعنا لأيام ماني ان ذا بانك 2011 من جديد، بنفتكر بيها كل الحاجات العظيمة اللي حصلت ما بين الاتنين مصارعين الأساطير. جون سينا هيفوز في المباراة، هيحتفظ بلقب الاتحاد بلا منازع. حرفيا سي ام بانك ملوش اي فرصة، ملوش اي قيمة في ان هو يكسب لقب الاتحاد بلا منازع حاليا. ممكن يكسب لقب الاتحاد قصاد اي مصارع تاني، انما قصاد جون سينا في الوقت اللي جون سينا ابتدى يتوهج فيه كمصارع هيل مكروه صعب جدا